اهلا بيكم البنات، شنو احوالكم؟ شنو احوال صحتكم؟ لاباس عليكم؟ انا في نعمه والحمد لله. نسال كان على احوالكم. نهار جديد وفيديو جديد. قبل ما نبداو في الفيديو نتاعنا نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات نحب نرحب بكم ونقول لكم يعطيكم الصحه وربي يفضلكم. نحب نقول لكم اللي يتفرج فيا في الصباح نقول له صباح الفل، واللي يتفرج فيا في المساء نقول له مساء النور، واللي يتفرج فيا في الليل نقول له صح شريبتك. المهم البنات باش نبداو في الفيديو تاعنا. كيما تراو اليوم عندنا لحمه الطن، خديت سكالوب شرائح غسلته بالكدا بالخل هكاكا وسقطرته، وتوا باش نحط له لفاحات نتاعو، كليل وزعتر وكركم فلفل اكحل شويه فلفل احمر وملح، وهذوما اللفاحات نتاعنا وشويه زيت وعصره قارص. كيما تراو لازمنا نحطوا لهم لفاح هكاك ونقعدوا نخلطوا فيهم بالكدا باش يدخل اللفاح فيهم ويجيونا بنين. وديما نقول لكم يا حبذا الحويجات هذوما يتخدموا الصباح باش يشبعوا باللفاح، من بعد نلقاو ريزلتا باهيه. عندك الحوت، عندك الاسكالوب، الدجاج، حاجات كيما هكايا. لهنا سي كملت، دمجت اللفاحات الكل في الاسكالوب نتاعي، حطيته بابي سيلوفان وحطيته في الفريجيدير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا زاد تارت سالي. كيما تراو حطيت البول، حطيت فيها 100 غرام زبده، وباش نحط عليها 200 غرام فرينه. البنات انا بالعين وانتوما عملوا بالميزان اذا ما تنجموش، بحكم انا تعودت استنست يعني نحط هكاكا، ما نجم روحي من غير ميزان. لهوني حطيت رشه ملح باش نقعد نرمل هكاكا الفرينه والزبده مع بعضهم لين تندمج كل هالمكونات وتترملك الفرينه. البنات اللي وصل لهوني نقولوا ربي فضلك ما تنسانيش في اللايك. البنات يبارك لكم من اللايكات، راهي طايحه على الاخر ما شاء الله. الفيوت عمال طالعه، مي اللايكات ريان ما فماش جمله. المهم البنات كيما تراو هيكا ترميل ما نعجنوش. شاركت معكم برشا مرات دايوغ التارت المالحه والتارت الحلوه نفس الميثود بريسك، مش بعاد على بعضهم. المهم كيما تراو لهنا حطيت البيضه نتاعي قاعده نلم هكاكا. البنات لهنا اذا ما تلمت لكمش البات نجموا تزيدوا يا زوز مغارف زيت يا زوز مغارف حليب، فهمتوا؟ باش تتلم لكم البات كيف الحليب كيف الزيت. اما انا ديما نحبذ الحليب تجي هشه بنينه ما شاء الله. كيما تراو هكا زوز مغارف بريسك اللي هي البات نتاعنا تلمت لنا. كيما تشوفوا هيك محليها جات تهبل تو باش نحطها في الساشي ونحطها في الكونجيلاتور. فوالا لهنا صاي البات نتاعنا ارتاحت وخذت راحتها بالكدا. باش نطرحوها. لهنا عندي القويله بين رون وعندي الكاري كيما تحبوا نتوما، ونجم تعملها زاد طارت كبيره اذا عندك المول الكبير هذاك تعملها طارت كبيره. كل واحد شنو يحب. المهم البنات انا عطيتكم كفكره وانتوما احرار. كيما تشوفوا حطيت بابي كويسون، حطيت البات نتاعي باش نحلها هكاكا، وعندي المول نتاع السابلي هذاك باش نقص بيه. بالنسبه للرون مي التارت الكاري باش ناخذ كعبارات هكاكي المره اللي فاتت كيما وريتكم الميثود، ناخذ كعبوره ونحلها في وسط المول ديريكت. حويجه بزيانه. ديما نقول لكم البنات هكا كل مره نوعوا نهربوا شويه من القليان الواحد البريك، مره طاجين مره كفته مره تارت هكا كل مره كيفاش. الحمد لله على كل حال. ديما حويجه هكا مزيانه تعملوها وحدكم في الدار تعمل 66 كيف. كيما تشوفوا هكا عملت الكاري وعملت الران. توا باش نقبهم هكاكا بالفرشيطه ونحطهم في الفور نمبا دريجين هكاكا دريج ونخرجهم هكا. ديما نخدم اون باراليل البنات. لهنا باش نرجع نطيب لحمه الطن نتاعي، حطيت المقله حطيت فيها شويه زيت. البنات انا السكالوب نقليه شويه قبل نبشمتو قبل ما نحطه في الفرن ونفرسيه. كيما تراو حطيت المقله قلت لكم وحطيت فيها شويه زيت، باش نحط لي سكالوب يتقليو شويه هكاك شويه شويه هكا. كيما تراو المقله ما حطيتش فيها برشا زيت، شويه شويه برك نقعد نقلبهم هكاك وجهه وقفاه. من بعد نحيهم ونفس الزيت هذاك اللي تقليت فيه يقعد فيه هكا الصوص هذاك اللفاحات نتاع الاسكالوب باش نفوح عليه الصوص هاكا. كيما تشوفوا رحيت لهنا بصله جيده، لازمها تكون جيده بالكدا البنات. وزدت رحيت معاهم كعبه طماطم فريش هيك حطيتها توا نقليوهم زوز مع بعضهم بالكدا هكاكا. وتوا باش نزيد عليهم مغرفه طماطم كونسونطري. وتوا باش نبدا نزيد في اللفاحات نتاعي ملح وكركم وفلفل اكحل، وهذوم هما اللفاحه وفلفل احمر.
هاكا توا حطيت الفلفل الاحمر، نقليهم شويه هكاك ومن بعد نزيد عليهم شويه ماء. الصوص نتاعنا ما تجيش جاريه وما تجيش عاقده برشا، في الموين، وتجي بنينه بكدا. هاكا لهنا زدتها شويه ماء، المقطع تخضب لي، زدتها شويه ماء لهوني، وتو باش نزيدها شويه ثوم وتبو كرويه هرستهم يبننون الصوص بكدا هاكا. وتكون الصوص نتاعنا لهنا حضرت امورها واضحه كيما تشوفوا فيه لهنا، لا هي جاريه ولا هي عاقده هيك. توا باش نتعداو نحضروا الفارس نتاعنا. لهنا عندي جبن موزاريلا حطيته، لهنا عندي كعبتين عظم سمطهم وربيتهم، ولهنا عندنا كونتيتي باهيه بحكم هي لحمه الطن يلزم كونتيتي باهيه نتاع طن. وهوني عندي بصله مقصوصه جيده ومعدنوس مقصوص جيد، هذوما الميلانج نتاعي. ونزيد عليهم بيضه. البنات التختوخ نتاع لحمه الطن ميلزموش يكون جاري، يكون عاقد شويه، باش نزيدوا شويه فلفل هوني، في شويه ملح وشويه فلفل اكحل. والبنات ردوا بالكم من الملح. جبن وبحكم الطن زاد مالح ردوا بالكم. او كنا نخلط الميلانج لهنا بلدا بلدا هكاكا، ندمج المكونات الكل في بعضها. تو باش نتعداو ونفرسيوها. حطيت المول نتاعي، باش نزيدوها شويه زيتون هنا، نسيتو وين ريتو بعد نفكرت. واختياريه يقعد الكبار زاد كيف كيف يقعد اختياري لهنا كيما تحب انتي. من هوني باش نحط المول نتاعي باش نصب فيه الصوص. تصب الصوص في القاع من اللوطه هاك تراو فيها البنات الصوص ماهيش عاقده وماهيش جاريه. هاكا تحاول تحطها في المول الكل. تو باش نحط الترونشيت سكالوب نتاعي. تو باش نبدا نفرسي فيهم. البنات ريتو هذاك الزيت اللي قعد لي من اللوطه كله فاح هذاك حطيته زيد معاهم. تو باش نحاول نفرسي السكالوب نتاعي هاكا. تحاول ترتاحها هكاكا بالكدا. وميم طون البنات كيما قلت لكم الفور طيبت فيه التارت شويه خذاو شوكه كاين من النار باش نفرسيهم من بعد مع بعضهم. مادام الفور تخدم ورا بعضه خرجت لي تارتوليت حطيت ديريكت البلان تاع السكالوب نتاع لحمه الطن نتاعي. هاكا كيف ما ترى نحاول نفرسيهم كيف كيف هكاكا. البنات ناكد لكم اللي هي راهي بنينه تهبل، جربوها وديما نقول لكم على ضمانتي. لهنا ساي امورها واضحه، حطيتها في الفور. تو التختوخ هذاك اللي قعد لي باش نزيد عليه الطن وباش نزيد عليه بيضه اخرى وباش نعملوا فرص نتاع التارتوليت. ريتو البنات لهنا جريتني تارتوليت عاقده شويه الفارس نتاعها زدتها شويه حليب كيما تزيدها الكريم فريش زاده. انا بالنسبه لي انا وقتها ما عنديش كريم فريش زدتها حليب جات بنينه تهبل. ما تخافوش البنات من حكايه الحليب راهي يكونوا متمانين اللي ما يجيش فيها حتى مطعم وتجيب بنينه. لاني باش نفرسي التارتوليت نتاعي كيما تراو ما شاء الله جاوني 8 كعبات يكفيو ويوفيو فيه ألف بركه. ولهنا البنات الفارس كيما قلت لكم كل واحد وشنو يحب. فما برشا ما يحبوش الجبن تحط مثلا قوطه في بلاصتو، كل واحد شنو يحب يحط. لهنا الترتيلات نتاعنا نصين باش نزينهم شويه زيتون من الفوق ويكونوا حاضرين. ريتو البنات ديما نقول لكم حاولوا تخدموا ان باراليل ترتاحوا هكاكا ومعناتها الحاجه اللي تشدوها تكملوها ومخكم مرتاح ما تضيعوش ليكيليبر هكاك. الهوني ساي باش نحط الترتيلات في الفور باش نتعدى نقص سلايطه اليوم معاكم. اليوم سلايطتنا بسباس وليتو بسله طماطم وجبونات. سلايطه مزيانه طعم 66 كيف. ديما السلايطه هذوما نركزوا عليهم في الطاوله نتاعنا البنات. هيك سلايطه ما فيها حتى شيء وبالموجود في الدار. ديما نقول لكم اوموجين راي ما نحبش نحاول الماكسيموم بالموجود ما نكلفش روحي. هيك شويه ليتو شويه بسباس على شويه طماطم بصله اللي هي جات سلايطه. عندك فقوس اعمل سلايطه فقوس، عندك خس كيف كيف. ليسونسيال حويجه ما سلايطه على الطاوله. المهم كيما تشوفوا قصيتها. البنات اللي وصل لهون نقولوا ربي فضلك وربي يبارك لكم ان شاء الله، يعطيكم الصحه زيد على كومنتاتكم المزيانه وعلى لايكاتكم الحلو. مرحبا بحبايباتي اللي جاوا جدد، نورتوني الدار داركم ونظيفه عندكم. نحب نشكركم برشا برشا. والبنات فضلا وليس امرا. اللي نجم يبارطاجي الفيديو يا حبذا تبارطاجيو الفيديو على حبايباتكم وصحيباتكم هكاك تكبر عائلتنا وان شاء الله في ميزان حسناتكم.
ونحب نشكر زاده جنود الخفاء ربي يبارك لهم ان شاء الله. ياكلي يتفرجوا ما يكتبوش كومنتير سي مش مشكل. ما يسالش ربي يبارك لكم ان شاء الله. المهم نرجعوا للفيديو نتاعنا البنات. كيما تشوفوا كملت قصيتي اليوتيوب بسباس، تو قاعده نقص في طماطم باش نقص شطر البصله هكاك شرائح، ونحاول نقصها جيده برشا باش ما معناتها ما يفيقوش بها. ما تعرف ما يحبوش الصغار وما يحبوش البصل برشا في السلايد، نقصه ونزيد نحلو شرائح هكاك باش ما يظهرش. لهنا سليتتنا صاي حضرت وامورها واضحه. انا قلت لكم باش نحط فيها جبن اليوم، وكل واحد شنو يحب يحط. عندي شويه جبن احمر وعندي جبن الابيض الاخر اللي بالمعدنوس. سليطه مزيانه تعمل 66 كيف. وعندي زاده شويه سلطه مشويه موجوده ولات بريسك مش كل يوم نهار بعد نهار نعمل سليطه في الفور. ديما نقولك نعمل كونتيتي صغيره، انا 4 قرون فلفل وكعبه طماطم اللي هي عملت لي صحن. كل عائله والنومبر نتاعها بالطبيعه. بالنسبه لي انا صحين يكفي ويوفي الحمد لله. على كل حال واحد ديما يحمد ربي على النعمه اللي هو فيها، هكاك ربي يزيد ويبارك. كيما تراو قصيت الجبونات نتاعي سلايس هكاكا، من بعد باش نزين بهم. لهنا البنات سي كملت سليطه ما فوحتهاش، من بعد باش نفوحها. تو باش نتعداو لحمه الطن سي طابت كيما تراو. باش تو باش نزيدها الجبن شرائح هكاكا من فوق ونعاود ندخلها للفور جوست شويه بركك الجبن كي يذوب شويه ونخرجها. اللحمه نتاعي طابت امورها واضحه، جات بنينه البنات. ديما نقول لكم راني من ودكم كامل الحويجه بنينه وبريسك هذيا معناتها واحد يقدر عليها، وحويجه ما حلوه ياسر بصراحه. المهم لهنا تو باش نتعداو نرجع نحطها هي في الفور ونتعداو باش نفوح السلايطه نتاعي. كيما تشوفوا حطيت سلايطتي لهنا امورها واضحه. تو باش نتعدى باش نفوحها. حطيت صحفه صغيره فيها شويه زيت ومزوز مغارف مايونيز وعصره قارص هكاكا باهيه. وكان تحب تحط فيها خل حط خل، انا ما يحبوش الخل. وباش نزيدها شويه ملح وشويه فلفل اكحل ونركضها مكيكه بالكدا ولهذا الفيح نتاع سلايطه نتاعي. جات بنينه زاده تعمل 66 كيف. او كل مره نوعه كما قلت لكم، اللي يعمل سلطه بجل، اللي يحب يعمل سلطه مفوره، كل واحد شنو يحب. ليسونسيال سليطه موجوده فوق الطاوله. هاكا نحاول ندمج المكونات هكاك الكل مع بعضها باش نزيدهم شويه زيتون مقصوص هوني وتكون السليطه نتاعنا حاضره. تحب تزيدها كبار تزيد انتي شنو تحب. تو باش نحطها في الصحين التقديم نتاعها ونزينها بالجبونات هذوك من الفوق. نجم الجبن هذاك اللي حطيته انا من فوق تحطوا تقصوا انتي دي كوب في السليطه من داخل يبدا زاد بني. او كي تجي تاكل جبن وسلاطه كل شيء ميلانج مع بعضه. ان شاء الله البنات تكون دبارت اليوم عجبتكم ونالت استحسانكم وما نحيت عليكم هكايا حيره، وان شاء الله نكون انا والفيديوهات نتاعي خفاف ذل عليكم. كما تراو البنات هاكا زينت السليطه نتاعي. يا فضل ربي يديمها نعم علينا ويحفظها من الزوال. هذه هي الفايده، واحد ديما يحمد الله على كل حال. هاكا تشوفوا ما شاء الله جات شبابة تهبل. لهنا طيولتنا حضرت كيما تراو. ربي يزيد ويبارك وربي يديمها نعم علينا. هذيك الشربة نتاعنا شربة الشعير، هذه لحمة الطن تراو فيها بسم الله ما شاء الله جات تهبل. هذه الترتولات نتاعنا ربي يزيد ويبارك. كعبات زيتون كيما تراو، كعبات تمر وسليطة مشوية وسليطة خضرة ويا فضل. هذه كانت طيولتنا المتواضعة لليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم. هيك ان شاء الله تكونوا موجدين وفقت في الدبار اليوم ونحط عليكم حيرة. شنو بقالنا السهرية بالموجود. ديما نقولكم راني ما نكلفش روحي. عندي شويه فريز وشويه بنان، عملت موجدين سالاد دو فروي وهذيك القهوه نتاعي وكعبات صمصه ويا فضل. هذا كان فيديونا اليوم من المالح للحلو، ان شاء الله يعجبكم من الاستحسانكم. لهنا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله نتقابلوا في وصفه جديده ودبار جديده. دمتم اوفياء روتينات ام وجدان، في الامان والى اللقاء.